شوفني هنا بهاي البسطيه، بسطيه اسمها فلافل ابو عبد الله، وعبد الله قاعد يقرا. عبد الله شلونك حبيبي؟ شنو قاعد تقرا هسه؟ والله انا حلم من المدرسه واجي اساعد والدي. يعني تساعد والدك بهاي البسطيه؟ أيوة. الله يوفقك ان شاء الله ويرزقك الله. يعني انت ما ترتاح حتى يوم الجمعه تشتغل وتدرس. أيوة والله. الله يوفقك قلبك. البسطيه هنا قدامكم وبسبح الفلافل شلون مرتبه عبال القالب مال كيك. ودائما عبد الله الشحمان يحب يدعم هذا المحتوى اللي يستاهل، اسعارهم كلش تنافسيه ورخيصه، فتعالوا وياكم الفلوق الاخير، وعبد الله يستاهل دعم، صار مكانه بسوق الحي. وجذب الانتباه باسبوع الفلافل مالتهم عبال القالب مال كيك، شوفوا الجمال مالتهم والنظافه، واهم شيء عندهم النظافه هنا يبيعون الفلافل. عبد الله يشرح لكم عن المكونات الموجوده عنده مال الفلافل القوي عبال القالب مال كيك. عبد الله بس كيلو عندك مال كيلو فلافل؟ 1000 ونص كيس عمبو كيس صاص، وعنده عرض ثاني كيلو ب 1000 ونص، علبه مال صاص 2000 دينار او علبه مال عنبر. شنو عندك بعد عبد الله؟ عند هاي العنبر البارده البطرشي كيلو مالتها ب 2000 دينار. وليش الحاره قد سعرها؟ هاي الحاره هم نفس الشيء كيلو مالتها ب 2000 دينار. العنبر قد سعرها عندنا عبد الله؟ ب 4 دينار سعرها. عندكم هم رقم مال التوصيل هذا ظهركم، هذا رقم التوصيل، فاتمنى الدعم له، يعني يساعد والده على هاي البسطيه ويدرسها. البسطيه هنا قدامكم مال عبد الله تخلص عن طريق المتابعين ما تشترون من عنده. راح اصور لكم هسه المكان وين صار بالضبط والساعه بيش يفتح عبد الله. عبد الله الساعه بيش تفتح قلبي؟ فتح الساعه 9 الصبح عزيز الساعه 8 بالليل. وين مكانك صاير؟ مكان عنوانه بغداد مدينه صدر سوق الحي. وعبد الله صديقي هو نفس اسمي، فحبيت اقدم له الدعم والله ان شاء الله حبيبي عبودي. دير بالك على الدراسه.